في كنيسة بتاع كاثوليك في ملكال. أنا بسلم عليكم باسم بتاع يسوع المسيح. الليلة يوم كويس، يوم ربنا نظمه إنه يوم 1 في 2013 و17 نكون سوا في رأس السنة في مدينة ملكال في كنيسة كاثوليك في ملكال. وده كنيسة أنا كان بيصلي فيه قبل 35 سنة يا جماعة. وفي كنيسة ده أنا بكون أخذت معمودية هنا. أنا الواقف بتاعكم ده شولتون بالوك أخذت معمودية في كنيسة ده باسم بتاع تشارلز شولتون. ده وقت بعيد. أبونا ده كان بقعد معنا هنا، كان في أبونا أنتوني وفي أبونا أبرام من أردن. ده الكنيسة اللي كنا بنقعد هنا، يعني بنقضي وقت بيعمل لنا أفلام هنا وبنلعب كورة طايرة برا. يعني بنقعد من الساعة 3 لحد الساعة 8 بالليل في وقت داك. لكن جاهز أنا قمت مشيت حركة شعبية من سنة 83. يعتبر الليلة ده 35 سنة من وقت أنا قمت في الكنيسة ده. عايز أجيب قصة ده. أنا بشكر ربنا إنه ممكن يشيلك لمحل ولو أراد بجيبك. قبل يوم الأحد الفات يوم 25 أنا معكم في مدينة ملكال، وأنا كنت مشيت صليت في كنيسة بتاعت مشيكية وفي كنيسة بتاعت نادي براسبيتيريا. لكن الليلة أنا نظمت إنه أكون معكم في كنيسة كاثوليك. ربنا أراد ده. والكل المؤمنين المصلين في كنيسة بتاع ملكال عايز أقول لكم حاجة يا جماعة. ده سنة جديد، وسنة جديد الحكومة وكنيسة وشعب باللي سوا عشان انه يصلي ويونسوا. ولو في حاجة حصل في سنين الفات يخلوا ورا، والناس يمشي لسنة جديد بروح جديد وبإيمان وبوضع وبسلام. واقف قدامكم أنا بمثل رئيس الجمهورية هنا في ولاية القائد سلفكير مياديد وحكومة بتاع الوحدة الوطنية في جوبا وحكومة ولاية. أنا بسلم عليكم في رأس السنة باسم بتاع الحكومة بتاعتكم. السلام عليكم. لكن أنا بقول إنه باسم بتاع الحكومة بتاع الجنوب واسم بتاع الحكومة بتاع ولاية بتاع شرقنيل ده واسم بتاع القوات بتاعه وحتى من الجنوب الشاي سلاح لبرا. أنا بقول لكم يا جماعة ده أخطاء حصل، نحن نعافي بعض. أنا بطلب إنه الناس يعافي بعض. عافي الحكومة، عافي الحكومة مع القوات بتاعه. وحتى الناس اللي ارتكبوا جرائم لو ما موجودين هنا باسمهم، أنا بقول الأخطاء اللي حصل ده ناس يعافي حكومة. كمان أنا بقول كحكومة لو في زول كان ده أبونا ولا ده كنيسة ولا ده شعب معين ولا ده سياسي معين ما عنده سلاح لكن عمل خطأ للحكومة، أنا بقول نحن برضو بنعفوه. لأن مع الناس اللي عندهم سلاح يا بدأ برام في ناس بملكي وفي سياسة عملوا جريمة مجنون. أنت قتلت زول، أنت لو قلت حاجة بكشمك يعتبر ده خطية. فأنا بطلب منكم إنه نحن بنسامحكم برضو بنعافيكم.
لكن يا مسيحيين المسلحين هنا أنا بطلب برضو إنه بيناتكم براكم تسامحوا بعض، تسامحوا بعض. هنا انتوا كان في مدينة ملكال ولا انتوا في يونمس. افتحوا صفحة جديد، خلوا الماضي ده وافتحوا صفحة جديد لبعضكم عشان يكون في مستقبل لجنوب السودان، ومستقبل في الاقليم ده، ومستقبل لنا ومستقبل لعيال زي ما هم قبل قاعدين هنا ما عارفين اي حاجه. الحصل في بلده المساله الحصل ده جريمه، لكن مو كل الناس هم مسؤولين به. انا بقول انه سامحوا بعض. فرساله انا قبل ايام كلمت هناك في كنيسه مشيكيه، وانا كلمت امبارح في ميدان. الرساله بتاعي انه ده رساله سلام. خلاص يرمنا انه حصل شنو وشومنا البطال ده. رساله بتاعي انه يكون في سلام بين الناس ويكون في وحده بين الناس. والوحده ده الحكومه بتاع الجنوب تحت قياده بتاع الرئيس الفكير قال انه كالي يكون في حوار وطني. عشان كده واقف قدامكم. انا بدات بحوار وطني وانا اعلنت في ملكال انه نتكلم مع ولايات المجاوره وهنفتح طرق لولايات المجاوره عشان الناس القطامين هناك يجوا، ولو في ناس برضه كان هنا يقدر انه يمشوا، ونحن نعمل نوقف الجرائم والكثير الدم الدفق ده كفايه لنا. انا بيقول انه اواصل في مشوار ده. وبالنسبه لكم في مبادره تاني بتاع ابونات بتاع كنايس في ملكال، انه هما طلبوا انه يسمحوا لهم. كان ده ابونات في برا في ملكال ولا ابونات في داخل يونمس، انه يخلوا لهم فرصه يتكلموا. وانا كحاكم انا وافقت في الموضوع ده، وانا هكلم مع ناس في يونمس انه الناس بتاعنا ده يخلوا لهم فرصه، ابونات كله يخلوا لهم فرصه يتكلموا، يخلوا لهم حريه يتحركوا. فمن الليله ده يا جماعه الحوار ده مفتوح، وكنيسه ده وكنائس بتاعنا مفتوح. فرساله بتاعي ابونا بيشيلوا، ابونا ارنس بيشيلوا. لو في ناس في يونمس ولا لو في ناس في جوبا قال لي ابونا ده دور ما في خوف. انا اكون راي بتاع الكنيسه ده وكنائس كله، وانا بكون دفاع، انا بكون ياو الحارس لكنيسه ولابونات. فقبل ابونا ارنس قال انه بمشي جوبا وبمشي يجي. لما نجي راجع شهرين لو ممكن ذاته بعيد، لو رجع في اواخر شهر واحده انا I will facilitate. انا بساعدهم. كان داير يمشي باليت ادون جلاشل ناصر ولا داير يمشي لبانجاك من جانب الحكومه في ولايه شرقنيل هنا، انا بعمل ده، انا بسمع ده وانا بساعده. كان داير مواصلات ولا داير الامني، اي كل وسائل اللي عندي انا هوفره، وانا قاسي الكلام ده. بالنسبه للناس في ملكال في يونمس والقاعد برا قبل انا قلت قال الناس يرجع لبيوت. نفس المسؤوليه اللي انا اخذتها لكنائس ولابونات بتاعنا، بمعنى انا قاصد به. ما في كنيسه ده شعب. انا لو بقيت اوفر امني ومسؤوليه لكنيسه، اذا انا وفرتها شلت المسؤوليه بتاع الشعب ده انه يقعد في مسؤوليه امين في يد امين. مكتب بتاعي وبيت اللي انا قاعد فوقه
هيكون مفتوح لأي زول. وقت التليفونات بتاعي أبونا بيشيله كليه ودي لأي زول تاني داير يتكلم هناك، داير يتأكد أنا بتكلم معه. لأنه كل شيء له نهاية، وأنا كلمت كثير مع ناس يونمس هم هيساعدوا. وقت لو ناس جبرة وما في خدمات هنسمع لمنظمات إنه لو زول داير يمشي برا تاني وزول داير يجي هنا، نفس المنظمات اللي بيساعدوا في يونمس سمحنا لهم إنه يجي يساعدوا. حتى السنة جاي بنقدر نجيب على هنا. يا جماعة عندنا كنايس وعندنا مدارس وحاجات كتير واقع، وانا كلمت حتى للمواطنين البرا وللجيش الموجود وبوليس الموجود انه انا ما داير خرابه، انه الناس يكسروا تاني في الحاجات وناس يرفعوا في حاجات انا ما دايره. وانا هكون حارس اللي بيعمل، انا بلف في مدينه ده انا ما داير زول نلقى هو بفرتك في بيت زول ولا بفرتك في بيت منو، لا انا ما دايره. ولا يفرتك في كهرباء تاع بلده ولا محطات تليفون تاع بلده ولا يفرتك، انا ما دايره. زول اللي بيعمل كلام ده يعتبر انه هو قاعد يخالف توجيهات بتاع السلطه الموجود في بلد. فالناس يرجعوا بيت زول يجي ينظف بيته. وانا عندي ضمانات لو انا قلت حاجه في كنيسه انا قاصد، انا ما بكذب في جوا كنيسه، انا مسيحي. نحن مدارس بتاعنا أسفيال، عندنا مدارس، عندنا مستشفيات، خدمات بتاعنا ما في حكومة بقدر ينظف مدارس، ما في حكومة بقدر بينظف بيوت، ما في حكومة بقدر ينظفوا مستشفيات إلا لما يكون في ناس موجودين. أنا دايرين تشاركوا معي ننظف مدارس بتاعنا ده ومستشفى بتاعنا ده ومنظمات بيساعدوا ونحن بيساعدوا بعض. 17 يكون سنة براو، يكون له فرق مع سنين الفات، لو يكون له فرق مع سنين الفات وده بيكون بيتعاون مننا. لو نحن فتانا قلوبنا البلد ده هيرجع في محله واحنا صلحوا، مش انسان او كربه، احنا صلحوا نحن المسؤولين الاول والاخير، ونحن المسؤولين بالماضي ونحن مسؤولين بالمستقبل بتاعنا من هنا لقدام، من 2017 لقدام. نعم بكون ما سهلة، لكن خطوة لمشوار هيبدأ بخطوة واحد. أنا مبسوط إنه أبونا أرنس موجودنا، يعني في يوم الأحد الفات أنا سميته إنه كان موجودنا. أنا بشجعه وربنا يحفظه عشان تكون سفير، عشان تكون أمباسادة بتاع سلام. الناس اللي بيعملوا كلام ده يا جماعة رغم أدام حكمة وأدام صفة بتاع شجاع، زول بدخل نفسه بدون خوف، فهو ربنا يحفظه وهيكون سفير بتاع سلام في مدينة ملكال. أبونا أنا داير تكون من ضمن الناس اللي بيقوموا. لو أنت ما فوت أنا قابل
عشان نرتب الامور بتاع initiative القام به كنايس.